الفيديو ده لك يا ماما، يا كل كتير مننا ربنا بيرزقه ببنت، ولما ربنا بيرزقه ببنت بيبقى عايزها احسن الناس، لكن بعضنا بيرتكب اخطاء بتخلي البنت دي تفقد ثقتها في نفسها ونفكر ان الغلط في البنات. تعالي يلا معايا نعرف ايه اللي بنعمله عشان نفقد البنت ثقتها في نفسها، واوعي تعملي الحاجات دي عشان تعلميها ازاي تكون واثقه في نفسها. ما ينفعش طول الوقت ان احنا نقارن البنت ببنت عمها او بنت خالتها او صاحبتها او جارتها، لان انت كده بتحسيها بالعكس وبتنقديها طول الوقت، وده بيقل ثقتها في نفسها وبيخليها يبقى عندها غيرة وحقد ونظر للغير. ما ينفعش انت كأم تكوني بتكلمي بطريقة مش كويسة وتكوني كمان بتقولي ألفاظ مش كويسة وبعدين ترجعي تنقديها على طريقتها، ما هي بتتعلم منك. ما ينفعش طول الوقت تشبهيها بصفة الولاد والتانيكي تنقدي فيها، انت كده كده من كلامك بتثبتي الصفة دي عليها، وبعدين تدوري هي ليه مش أنثى ومش كيوت ومش بنت جميلة زي البنات. ما انت اللي ثبتت الصفة عليها وانت اللي بتفقديها ثقتها في نفسها. ما تقعديش تلومي بنتك وتعقدي فيها كل شوية. البنات اللي نفسك بنتك تكون شكلهم اتربوا على الثقة بالنفس، اتربوا من علمتهم تثقوا في نفسهم. البنات اللي نفسك بنتك تكون شكلهم لقوا الأمان من أمهم ولقوا أمهم أقرب الناس لهم نفسيا في كل حاجة. عمر البنت ما تستمد الثقة والشخصية في نفسها غير لو اتربت مع سوية نفسيا. خليكي سوية، اعتبريها صاحبتك وأختك، ولو أمك مش موجودة اعتبري انت أمها وهي أمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.